اليوم نشرح معنى كلمة بربوك باللهجة العراقية وأصلها الحقيقي واستخدامها بين الناس قديماً وحديثاً. كلمة بربوك من الكلمات العراقية القديمة التي ارتبطت بوصف النساء في المجتمع الشعبي، وتستخدم هذه الكلمة أحياناً بدافع المزاح، لكنها قد تترك أثراً سلبياً في نفس من تقال له دون قصد. فالكلمة البسيطة قد تعبر عن أخلاق صاحبها، إما احتراماً يرفع قدره أو إساءة تقلل من قيمتها أمام الآخرين. لكن بعض الروايات التراثية تشير إلى أن للكلمة معنى مختلفاً قديماً لا يحمل الإهانة أو الاتهام الأخلاقي المباشر. يقال أن البربوك كان يطلق على كعب البستوكة المصنوع من الفخار الذي لا يغرق عند سقوطه بالماء أبداً. هذا الوصف يستخدم كمثال لشخص واسع الحيلة قادر على النجاة من المواقف الصعبة بدهاء وذكاء. كلمة بربوك واضحة المعنى. مع مرور الزمن تحول استخدام كلمة بربوك من مدح الشخص الذكي واسع الحيلة إلى أحياناً استعمالها كإهانة اجتماعية للنساء. يظهر هذا التحول كيف تتغير دلالات الكلمات في اللهجة العراقية تبعاً للسياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي للمجتمع عبر الزمن. بعض العراقيين الكبار ما زالوا يتذكرون المعنى القديم لكلمة بربوك باعتباره مدحاً للشخص الذكي والقادر على التصرف وقت الشدائد. في المقابل يستخدم بعض الناس كلمة بربوك اليوم كإهانة اجتماعية، لذلك يجب الانتباه لخطورتها في الكلام اليومي. تختلف قوة الكلمة ومعناها حسب نية المتحدث والسياق، بين مزاح جارح أو إساءة مقصودة واضحة. المثل الشعبي بربوك لا تغرق وهدان لا يموت يعكس فكرة النجاة والدهاء المرتبطة بالمعنى القديم للكلمة. كلمة وهدان في المثل تعني الجبان الذي يخاف المواجهة ويبتعد عن المخاطر حفاظاً على حياته حسب الروايات القديمة. فهم هذه الأمثال يساعد على إدراك الجذور الثقافية للكلمات الشعبية في المجتمع العراقي عبر العصور المختلفة والمتغيرة. اللهجة العراقية مليئة بمفردات تحمل معاني متبدلة بين المدح والذم تبعاً لطريقة الاستخدام والنية المقصودة في الكلام اليومي. لذلك من المهم معرفة خلفية الكلمة قبل استعمالها حتى لا تتحول العبارة إلى إساءة غير مقصودة للآخرين أبداً. التوعية بمعاني الكلمات الشعبية تسهم في نشر الاحترام وتقليل الألفاظ الجارحة داخل المجتمع وبين الأجيال الجديدة. كما أن دراسة تطور المفردات تكشف تاريخ التفكير الاجتماعي والتحولات الثقافية التي مر بها العراق عبر قرون طويلة. كلمة بربوك مثال واضح على انتقال اللفظ من معنى إيجابي قديم إلى معنى سلبي شائع حاليا بين الناس. استخدام الكلمات بحذر يعكس وعيا لغويا واحتراما للمجتمع وتقديرا لمشاعر الآخرين في الحوار اليومي المتبادل. معرفة الفروق الدقيقة في اللهجة العراقية تمنح المتحدث قدرة أفضل على التواصل الصحيح وتجنب سوء الفهم مع الآخرين. وفي النهاية تبقى كلمة بربوك مثالا لغويا يعكس تغير المعاني وتأثير الزمن على مفردات المجتمع العراقي عبر تاريخه.